إذا ما عدنا إلى المؤسسات واللجان الخدمية في مجلس الرق المدني، نرى أن أي رئاسة مشتركة من المكون العربي هو تكملة عدد ومنصبه فخري وليس من أصحاب الرأي والقرار، والقرار محصور للرئاسة المشتركة من المكون الكردي. السؤال: هل هو ضعف من الإداري العربي أم هي سلطوية من الإداري الكردي؟ أيضا نلحظ أنه في كل مؤسسة أو لجنة خدمية يكون هناك كادر من الأخوة الكرد ولا يمتلك أي صفة وظيفية أو رسمية، ويكون هو صاحب القرار والرأي ويتمتع بكل الصلاحيات دون الرجوع إلى الأنظمة الداخلية والقوانين النافذة. نرى المشهد يعيد نفسه من جديد في حصر القرار بطائفة معينة. نرجو من مجلس سوريا الديمقراطية إعادة النظر بمنح المؤسسات واللجان حق اتخاذ القرار دون الرجوع للسلطة المركزية. نعلم جيدا أن الأخوة الكرد عانوا كثيرا من الظلم والتهميش والاستبعاد فيما قبل، لكن أذكركم إخواننا الكرد: لا تسقونا من نفس الكأس الذي شربتم منه، المعاناة والظلم والتهميش، حتى لا تقوم بوجهكم ثورة أخرى كالثورة التي قمتم بها ونعود إلى نقطة الصفر. وشكرا لكم. نشكر الأستاذ محمد رمضان.